يومها كان 20 من فبراير. خرجت هذه الجماهير في عدد من المدن المغربية فيما بات يعرف بحركة تحمل اسم ذلك التاريخ، تناغما مع ثورة الشارع العربي على الفساد والاستبداد. وقبل أن تمر 4 أشهر بالتمام جاء الخطاب الملكي تحت وقع ضغوط مطالب الإصلاح السياسي في المغرب، حاملا معه جملة من التعديلات الدستورية في بلورة مشروع دستور متقدم. لم ينتهي خطاب الملك محمد السادس حينها حتى ارتفعت أصوات تدعو إلى مقاطعة ذلك الاستفتاء حول الدستور الجديد، وظل الشارع يردد مطالب بإصلاحات عميقة تجعل السلطة كاملة في يد الشعب دون الملك. برلمان نابع من انتخابات، ليأتي الدور بعدها على انتخابات نيابية مسبقة تتويجا لتلك الإصلاحات المحدودة التي تضمنها دستور يصفه المقاطعون عادة بالدستور الممنوح من قبل السلطة المغربية. وقد لاقت تلك الانتخابات هي الأخرى مقاطعة وانتقادات من أطراف عديدة قبل إجرائها، ثم تشكيكا حول أرقامها المعلنة رسميا بمشاركة لم تتخطى حاجز 46%. وهنا تقف جماعات العدل والإحسان الإسلامية المحظورة لتقول في بيان لها إن تزوير الحقائق لا يغير شيئا من الواقع المغربي، واصفة انتخابات الجمعة بالمهزلة التي تكشف فشلا ذريعا للنظام الملكي المغربي. ويبدو أن السلطة التي فتحت أبواب الإصلاح من أضيق منافذها ستستفيق على حراك شعبي واسع مناهض لهذا المسار الإصلاحي المنحرف عن المطالب الأصلية للعديد من النشطاء والأحزاب السياسية. فالشارع في المغرب ينتظر هذا الأحد ما يقارب 60 مسيرة في العاصمة الرباط وعشرات المدن الأخرى، وهو تحرك تعلنه حركة 20 من فبراير تعبيرا عن رفضها لما اعتبرته التفافا على المطالب الحقيقية للشعب المغربي واحتجاجها على تزييف إرادته في تحقيق ملكية دستورية حقيقية. وإلى جانب هذا التحدي الذي يواجه السلطة المغربية، يشكل فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة رقما صعبا يضاف إلى معادلة الصراع بين الشعب والسلطة الحالية حول مرجعية الحكم دستوريا في المغرب، كما أن وجود هذا الحزب الإسلامي على رأس السلطة التنفيذية سيمثل امتحانا حقيقيا لجدية الإصلاحات الملكية، بقدر ما هو انعكاس لمرآة الصحوة الإسلامية على طبيعة توجهات الشعب المغربي وانسجام مطالبه مع رياح التغيير العربية.